السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. والنهاردة احنا مع فيديو جديد ان شاء الله، برضو على نفس الشغل بتاعنا بتاع التروس والحاجات اللي هي بتبقى بنصنعوها عندنا للعجانات والمفارم اللي هي غير متوفرة. تمام، لان طبعا احنا قلنا الحاجات دي بنعملوها لما تبقى قطع غير مش متوفرة في السوق. تمام، احنا معانا النهارده ده عجان يا جماعة بلاك اند وايت. خلاص، الترس الكبير بتاعه اهوت، والترس اللي بيلف عليه. تمام، دولت الاتنين بايظين. السنون كلها انا مش عارف، هي مش هتبقى واضحه، هي السنون متنيه. تمام، السنون بتاعته كلها اتنت. هي طبعا مش باينه قوي في الفيديو، بس يعني ايه، هي بايظه. وكذلك الترس دوت ده اعتقد ممكن يبقى باين شويه. السنون اهيت باظت كلها. تمام، زي ما قلنا ان معظم الشركات بتنزل اللي بيقول لك التروس معدن وبتاع، هو مش بيبقى معدن حديد او كده، هو بتبقى انتيمونيوم. زي ما قلنا بتبقى انتيمونيوم، بيبقى عامل زي البودره. فبالتالي مع الوقت بيبتدي يحصل فيه تآكل ويتنى وساعات يتكسر، وده بنواجهه كتير في الشغل ده. تمام، للاسف ان في شركات كتيره ما بتوفرش قطع الغيار اللي زي دي، فاحنا بنصبوها. بص حضراتكم بقى، ده الفرق ما بين الشغل اللي نازل في الشركه، طبعا فرق وزن كتير طبعا. ده معمول حديد. بص حضراتكم هنا ان الشركه عامله الودان حتى بتاعه الرباط، واللحميه كلها هنا فاضي، المسافه هنا فاضي. كل ده طبعا بيعتبر توفير في الخامه. احنا طبعا لما بنعمل زي ما احنا شايفين الجزء كامل الداير كله، كل اللحميه دي بتفرق. السنون حتى، بص حضراتكم خامه السن، حتى الشغل هنا القواعد اهي. تمام، الترس الصغير معمول برضو لان ده اللي بيلف عليه اهوت. بص حضراتكم التروس معموله شغل بسم الله ما شاء الله. تمام، وانا طبعا كده كده هقفله دلوقتي وهنجربه قدام حضراتكم ان هو شغال تمام زي ما بنعمل كل فيديو. انا بس حابب اقول حاجه يا جماعه، الشغل ده بيتكلف. الترس المقلوب ده، الترس اللي سنونه جوه دوت، تمام، الترس ده بيتكلف في صنعته. الترس ده بيتكلف كتير جدا في صنعته. وعشان الناس اللي بتستغل الاسعار، انا معاكم ان الاسعار بتبقى غاليه، بس والله غصب عننا. يعني الحاجات دي بتاخد طبعا شغل مكن وعماله وخامه وصنعه، الحاجات دي كلها بتفرق. الترسين دول عشان الناس برضو اللي ممكن تبقى بتحاول تعرف رينج الاسعار، الترسين دول هو طبعا ده زي ما قلنا غالي جدا. دولت متكلفين 2500 جنيه. طبعا الناس كتير هيقول لك ده كتير ومش كتير. هي الفكره مش مساله كتير، الفكره قيمه الجهاز ايه. يعني انا لما بيجي لي عجان كينود اكس ال ثمنه 23000 جنيه او 24000 جنيه، وباظ بسبب مجموعه زي ديت، هيتكلف 2000 ولا 3000 جنيه، لا هتعمله. في ناس ساعات يقول لي ايه، انا العجان بتاعي كله ب 7 8000 جنيه. تمام، زي العجان اللي في ايدك مثلا ثمنه حوالي 9000 جنيه. فيقول لي ما يستاهلش ان انا اصرف عليه الكلام ده. هو انا ماليش علاقه العجان ثمنه كام. بالنسبه لي العجان ده زي العجان الغالي في صنعه ترسه. انا بعمل ترس، يعني هي القصه ان انا ما يخصنيش ثمن العجان اصلا كام، انا يخصني الحاجه اللي معموله كام. تمام، ومع ذلك على فكره صاحبه عمله ان هو ده شغال في مطعم يعني، فمشغلينه على طول، فاكيد مش هيروح يشتري واحد تاني. قال لك هنعمل له حديد على سنه هتبقى ان شاء الله بعمر الجهاز يعني. خلاص، وحابب بس برضه اقول حاجه، ان احنا نظرا برضه لان احنا عارفين الحاجات دي بتبقى غاليه، في ناس كتيره بتبقى عايزه تصلح العجان والدنيا مش سامحه برضه، يعني احنا برضه مراعيين دوت والله. بس احنا فعلا بالنسبه للخامات اللي زي دي بتبقى غصب عننا. ان شاء الله قريب هندخله شغل خامات بتبقى داخلها كاربو فايبرز ومحقونه نحاس وحاجات كده، هتبقى ارخص بكتير من الكلام ده. وان شاء الله برضو احنا حاليا بس بنشوفوا الدنيا والكواليتي بتاعها هيبقى ايه في الشغل، لان هي برضو خامات هتبقى صلبة جدا وبتستحمل عامل حراري كبير ان شاء الله. بس احنا عايزين نشوفوا تحملها ايه في ضغط الشغل. لو ان شاء الله يعني باذن الله احنا لو ظبطت الدنيا في الخامات اللي احنا بنتكلموا عليها ديت، ان شاء الله هتفرق كتير بالنسبه للاسعار. يا جماعه الكلام هيفرق اكتر من النص، فان شاء الله احنا بنتفائل خير. بس انا حبيت اوري حضراتكم يعني ده شغلنا. تمام، اللي عنده اي استفسار عن اي حاجه انا تحت امر الجميع. واحنا يا جماعه على فكره احنا في دمنهور في البحيره، عشان الناس اللي بتسال.
وما تستبعدش المسافات. انا ناس كتيره بتبعت لي شغل من القاهره ومن السويس وبيبعتوه كله عن طريق البريد على فكره. البريد بقى شحنه جميل جدا، الناس بتيجي تستلم الحاجه ويجيبوها تاني يوم، وناس محترمين جدا وبيحافظوا على الحاجه يعني. تمام. وكله عن طريق ابلكيشن، انت بتحط البيانات، حضرتك بتوصل معايا بديك العنوان والبيانات، بتحط البيانات على الابلكيشن واللي انت هتنقله ايه، هم بيجوا ياخدوا الحاجه على طول من غير لا تليفونات ولا وجع قلب. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو في اي حد عنده استفسار عن اي حاجه انا تحت امر الجميع، ومشرفيني دايما بالمتابعه، واسف لو كنت طولت على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.